دايما بسمع الشكوى دي، ان هي كل ما بتتوتر او تبقى اندر ستريس بتقعد تهرش جامد جدا في جلدها لغايه ما الجلد يتجرح. اول خطوه في العلاج ان احنا نكسر الدايره بتاعه الحكه. واحده جميله بعد تسال، الاكزيما العصبيه ايه علاجها؟ ده مش مجرد توتر، ده ممكن يكون حاجة اسمها اكزيما عصبية. الاكزيما العصبية هي عبارة عن حالة جلدية مزمنة بتحصل بسبب احتكاك الجلد المتكرر نتيجة التوتر او الضغط العصبي والنفسي. غالبا بتيجي في منطقة الرقبة او الذراعين او خلف الرجلين. الشكوى اللي دايما بسمعها ان الجلد بيبقى تخين جدا ولونه غامق، وطبعا حكة مستمرة، ودي بتحصل لان التوتر بيحفز الجهاز العصبي واللي بدوره بيفرز مواد بتسبب حساسية شديدة جدا للجلد. الحساسية الشديدة تؤدي الى ان الشخص يفضل يحك جسمه جامد جدا الى ان الجلد يتهيج ويدخل الجسم في دايرة مستمرة ما بتنتهيش. اول حاجة في العلاج ان احنا نكسر الدايرة بتاعة الاحتكاك بتاع الجلد او الهرش زي ما بيقولوا باستخدام كريمات فيها كورتيزون او مثبطات مناعة، وبعد كده نوصل للمرحلة اللي بعديها ان احنا نهدي الجلد باستخدام كريمات مرطبات قوية بس تكون خالية من العطور تماما. وطبعا مهم جدا ان احنا لازم نعالج السبب النفسي اللي بيؤدي للدايرة اللي ما بتنتهيش دي. جسمك مش لوحده، انت محتاج ان انت تهديه من جوه علشان يهدى من بره والجلد يستحمل. في حد بيسمعني وبيعاني من الحكاية ديت يعرف ان هو مش ضعيف، بس جسمه بيستغيث وبيقول انقذوني. لو حابب خطة علاجية شاملة طبية ونفسية اكتب لي في الكومنت اكزيما عصبية، واستنى الفيديو الجاي في الحل الشافي بإذن الله.